ايه الجديد النهارده يا حاج؟ ازيك يا عم انس؟ منور. انس منورنا في المحل نخلص امتحانات. النهارده هنعمل ايه بقى؟ ناس كتير بتعاني من الوصله بتاعت قطع الغيار اللي هنا دي. شايفين الوصله دي؟ قرب ايه، قرب هنا يا انس. شايفين الوصله دي؟ انا كنت شفت حد عملها قلت اعملها بقى ايه ورايح الناس، واللي عاوز يجي هنيجي نركبها له ببلاش مجانا، ولو عاوز شحن يتفرج على الفيديو ده عشان يعرف يركبها ازاي. صلي على اللي يشفع فيك الاول. صلي على النبي. العصايه الاوتوماتيك اهي، نرجعها ورا كده. في مسمارين هنا، شايف هنا؟ قرب عليها يا باشا. هنفك المسمارين دول. اسهل من كده مفيش. هنفك المسمارين اهو، ادي واحد. وخلي بالك الوقت اللي هفك فيه مش هناخد وقت، كله بس بتمت رمضان. ادي التاني. هنعمل ايه بقى؟ هندوس على دي، شايف دي؟ هندوس عليها وهنطلع دي كده. دي فيها سوسته، اوعى تقع منك، هتخليها لي زي ما هي كده، ما تلعبش في حاجه. لا ما تلعبش في حاجه، انا عارف حد يبقى واقف جنبك يفتح ايد دي ويديله على وشه. ونروح شايلين دي بتاعت الارقام. هنشيل صاحبتنا اللي طلعت عين ابو الناس اهي اهي، نقطعها وتوقع النهج ويفضل بقى كان يومين. عملت انا اختراع بقى، ادي الاختراع اللي انا عملته. والله عملته كده، قاعد كده فاضي، قلت طب يا ابو وحيد ما تعملهاش ليه؟ هو اللي بيعملها احسن منك. اروح مركب دي كده، اروح مركب دي كده اهو على عدة الارقام اهي، نروح مركبين. بص دي كده، شايف؟ اروح دايس عليها هنا كده، شايف تفتح معانا؟ هدوس عليها لجوه كده واروح منزلها هنا كده اهي اهي، واجي هنا بقى طبعا عاملها على القد بالظبط يعني ايه واروح قافل دي كده، المسمارين اهو، اروح ماسك هنا كده واروح واحده 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 ابيتها فيها الاول، عشان انا عاملها زي ما قلت لك، عاملها ايه على القد. معلش هتقرفنا شويه بس ايه، هتعملها ايه بالصح يعني، ايه برضه ايه سهله يعني اهي اهي. بسم الله. عشان انتوا ستوب زي ما هي كده، عشان الناس تعرف تركب ازاي، عشان هي تكون صح. بس دخل جاي، شفت اهي دخلت. بص كده هنلف كده ونيجي على المسمار، افضل اقف كده لغايه ما اشوف المسمار بس بقيته فين اهو. ايوه حبيبي ابو وحيد اهو. فين المسامير يا وليا؟ ادي المسمار الاولاني هشبطه اهي. طبعا اللي هيجي لي مالوش دعوه، هعملها له انا كده بالحب، انتوا عارفين يعني احنا بنخدم الناس. اربط المسمار الاولاني اربط المسمار الثاني على طول. خلي بالك. بص يا باشا على طول معانا كده 100 100. ايه ننزل دي كده بتاع في المسمار التحتاني، البيت التحتاني ثانية واحدة. على طول طبعا نتعلم بقى، مش عيب لما نتعلم، مش عيب. ده طبعا من قال لا اعلم فقد افتى. المسمار بس عشان ايه؟ نور يا ابني هنا عشان تشوف لما الفرن بتاع المسمار فين. نور هنا في الشاي. تت ايوه التت هنعمل دي كده تت. انت لو جيت لي عناية، لكن لو انت محافظه ثانيه يبقى ايه؟ تعمل انت التتتته بتاعتك. ماشي؟ نربط بس المسمار صغير جدا اهو. واحد يقول لي يا باشا ما على المكتب، احنا في العربيه نفس القصه. المسمار بيتي جدا جدا ايوه. بس هو ده واحد شبط خلاص بس كده. تاني بسم الله. لقينا المسمار اهو. بصوا المسمار قد ايه يا جماعه عشان تعذروني بس، غنطوط خالص اهو كده 100 100 اهي. طبعا دي بتبات في ايه، في الكونسوله حواليها يعني. بروح جايب دي كده اهي، دي بتروح بايته ايه في الكونسوله اهي كده اهو، بتروح بايته طبعا ايه في الكونسوله بتاعتها اهي. اعمل لك بقى حاجه حلوه، اديني ستوب اجيب لكم كونسوله واوريها لكم. تمام يا باشا؟ جبنا كونسوله. كل ده تعب فدا الناس، حب الناس ما بيجيش ببلاش.
الحمد لله ربنا ايه يجعلنا مفتاح خير ومغاليق شر. بص كده يا باشا، بص الحلويات، بص كده نور هنا. ايه شايف الجمال؟ شايف الجمال والحلويات اللي عاوزها نشحنها له عينينا، اللي عاوز يجي يركبها له عينيا. بص بقى في براءة اختراع عشان تبقوا فاهمين، هتفضلوا تقولوا لي بكام والكلام ده. في براءة اختراع ماشي، مش غالية ما تقلقوش يعني، هي بتركيبها بكله مش هتعمل 75 جنيه. انا حسبتها كده كلها بالتجميع وبالخراط والراجل اللي قص والعود جاي بكام واللي استلس وانتوا عارفين والمواصلات وجاي. حسبتها عشان تبقى يا دوبك جايبه مصاريفها 75 جنيه. واحد يخش يقول لي على فكره في واحد منزلها ب 30، هاتها ده مش شغلي، انا بعملها كده بالحب. اللي عاوزها موجوده حبيبي. ايه رايك؟ ايه الجمال يا مزاجك. بص الجمال، هتيجي كده انا هطول منك.